إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فهي زادنا للقاء الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. عباد الله، إن من سنة الله تعالى في هذه الحياة تعاقب الليل والنهار، وهكذا الحياة شهر يعقبه شهر وعام يخلف عام، يقلب الله الليل والنهار. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وقال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. عباد الله، لقد مر بنا هذا الشهر المبارك كطيف خيال، مر بخيراته وبركاته، مضى من أعمارنا وهو شاهد لنا أو علينا بما أودعناه فيه. عباد الله، لقد كان سلفنا الصالح توجد قلوبهم عندما ينتهي رمضان، لأنهم يخافون ألا يتقبل منهم عملهم، ولذا فقد كانوا يكثرون من الدعاء بعد رمضان أن يتقبل منهم. يقول سبحانه وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل هذه الآية: أهم الذين يزنون ويسرقون ويشربون الخمر؟ قال: لا يلبس الصديق، ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قال: يعملون ما عملوا من أعمال البر وهم يخافون ألا ينجيهم ذلك من عذاب ربهم. وقال أيضا: إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة، وإن المنافق جمع إساءة وأمنا. ثم تلا الحسن: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون
كان بعض السلف يقول لو أعلم أن الله تقبل مني مثقال حبة من خردل لتمنيت الموت. وكان بعض السلف يظهر عليه الحزن يوم عيد الفطر فيقال له إنه يوم فرح وسرور فيقول صدقتم ولكني عبد أمرني مولاي أن أعمل له عملا فلا أدري أتقبله مني أم لا. عباد الله، هذا هو حال سلفنا الصالح بعد رمضان. فما حالنا نحن؟ على كل واحد منا أن يسلك في جوابه مع نفسه وأن يتجرد من أحابيل الشيطان وتلبيسه وأن يترك التماس الأعذار الواهية التي يسلي بها نفسه. والجواب عن هذا السؤال ما نراه ونلمسه من حال بعضنا بعضا. فبعض منا يكون قبل رمضان منهمكا في المعاصي والآثام، فإذا جاء رمضان أقبل على طاعة ربه وعجب عن ترك ما سلف من ماضيه وطلقه طلاقا بائنا لا رجعة فيه. وهذا الصنف إن صدق في عزمه فسيرى من الله ما يسره، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فالخير كل سبب الصدق مع الله تعالى. وقال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال سبحانه فمن تاب من بعد ظلمي وأصلح فإن الله يتوب عليه. وقال عز من قائل والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. والآيات في عادة كثيرة معلومة. وتذكر أيها التائب العائد إلى ربه جل وعلا قول نبيك صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبد حين يتوب إليه من أحدكم كان على رحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعام وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بحفاظها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح وتذكر ذاك الرجل الذي قتل 100 نفس فلما صدق في التوبة تاب الله عليه وغفر له. وفي الحديث القدسي الجليل يقول الله تبارك وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقراب مغفرة. عباد الله، ومن الناس من فرط في ثروة عظيمة لا تقدر بثمن فلم يرعى حق رعايتها فحرم نفسه خيرا كثيرا واكتسب وزرا عظيما. وهذا الصنف لم يرتاح صيامه عن الآثام ولم يتغير عن ماضيه قبل رمضان بل عاد يتخبط في معاصيه وآثامه وأصر على ما كان عليه. ومثل هذا يقال له اتق الله يا عبد الله واعلم أن ربك مطلع عليك عالم بما تقول وما تفعل فدع عنك الإصرار على الذنوب وتذكر قول الله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فذم الله تعالى المصر على الذنوب لقبح عمله وشناعة جرمه. ومن الناس من يجتهد في رمضان ويقبل على الرحمن فيصلي ويصوم ويقرأ القرآن فإذا انسلخ رمضان
ولا مدبرا وعاد إلى ما كان عليه من المعاصي والآثام. ومثل هذا يقال له: يا من بنيت حياتك على الاستقامة في هذا الشهر المبارك فقد هدمت ما بنيت بعودك إلى المعاصي، فمثلك كالتي نقلت غزلها من بعد قوة أنكاتا. فتب إلى الله وأحسن الختام، فإن الأعمال بالخواتيم. وتذكر قول الله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وتذكر قوله تعالى: ولا تيأس من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ومن الناس من زادهم الصيام إيمانا فزاد حبهم للخير بجميع أنواعه من صيام وصدقة وصلاة وبر وصلة رحم، وهؤلاء خير الأقسام وأفضلها عند الله تعالى. نسأل الله أن يجعلنا منهم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه ومن سار على نهجه واختفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، اتقوا الله حق التقوى وتمسكوا بالعروة الوثقى واحذروا المعاصي فإن أجسامكم على النار لا تقوى. عباد الله، لئن انقضى شهر رمضان فإن زمن العمل لا ينقضي إلا بالموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي الموت. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن الله لن يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت. عباد الله، ولئن انقضت أيام صيام رمضان فإن الصيام لا يزال مشروعا ولله الحمد، فهناك صيام النوافل كالست من شوال والاثنين والخميس وعاشوراء وعرفة وثلاثة أيام من كل شهر وغيرها. وإذا كان قيام رمضان قد انتهى فقيام الليل مشروع في كل ليلة وهو سنة مؤكدة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم على آدائها بقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة إلى ربكم ومغفرة للسيئات ومنهاة الإثم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وفي لفظ: أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. وقد حافظ النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل ولم يتركه سفرا ولا حضرا، وقام صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم الذي غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر حتى تفطرت قدماه، فقيل له: لما تصنع ذلك؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا. فمن شكر النعمة يا عباد الله أن تعبد الله، أن تتقي الله جل وعلا. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: ما نعلم عملا أشد من مكابدة الليل ونفقة المال. فقيل له: ما بال المتعجبين من أحسن الناس وجوها؟ قال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره. وقال رجل لإبراهيم ابن أدهم: إني لا أقدر على قيام الليل فصف لي دواء. فقال: لا تعصي بالنهار وهو يقيمك بين يديه بالليل، فإن وقوفك بين يديه في الليل من أعظم الشرف، والعاصي لا يستحق ذلك الشرف. فالمعاصي يا عباد الله
تحرم صاحبها من قيام الليل وتحرم صاحبها من الطاعات. وقال رجل للحسن البصري: يا أبا سعيد، إني أبيت معافى وأحب قيام الليل وأعد سهوري، فما لي لا أقوم؟ فقال: ذنوبك قيدتك. عباد الله، ولئن انتهت زكاة الفطر فهناك الزكاة المفروضة، وهناك أبواب للصدقات والتطوع كثيرة جدا يا عباد الله. وأما قراءة القرآن وتدبره فهي ليست خاصة برمضان، بل هي في كل وقت وأوان. وهكذا فالأعمال الصالحة في كل وقت وكل زمان. فاجتهدوا عباد الله في الطاعات وسارعوا إلى فعل الخيرات، فقد مدح الله من كان هذا شأنه، فقال تعالى مادحا لأنبيائه الذين هم صفة خلقه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال تعالى حاثا عباده على ذلك: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرض السماوات والأرض أعدت للمتقين. وأثنى على عباده المؤمنين فقال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشركون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المسارعين الخيرات في السر والعلن والقول والعمل. هذا وصلوا وسلموا على الهادي البشير والسراج المنير كما أمركم بذلك اللطيف الخبير. فقال تعالى في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن خلفاء الراشدين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي أبي السبطين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الملة والدين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب